صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ كل الناس الجميله اللي سالت عليا، وبرده بشكر جدا جدا كل الناس اللي كانت بتكتب على وصفاتي انها وحشه وزي احنا جربناها. طبعا بشكرك جدا، بس في حابه بس ملحوظه صغيره اقول لحضرتك عليها. يعني في كومنت جالي على اكله ما كنت عاملاها، انا طبعا مش بنتقدك ولا اي حاجه، انا جدا بل بالعكس مبسوطه جدا، لكن انا مش ذنبي ان انت ممكن تكوني حطيتي حاجه غلط في الوصفه فبوظت لك الوصفه. فطبعا حضرتك كتبتي لي الاكل طلع زي طبعا الاكل ده اذواق. يعني في مثل شهير بيقول لك اذا لولا اختلاف الاراء لبارت السلع. يعني ما علينا، نرجع لموضوعنا. طبعا النهارده هنعمل حاجه حلوه جدا جدا، كلنا بنشتريها من بره بمبلغ خزعبلي. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه جدا، مش هتخلي بس حبيت اطلع معاكم. وطبعا انا بفطر، انتوا عارفين الساعه كام دلوقتي؟ الساعه دلوقتي صح؟ تقريبا 8 الظهر. انا طبعا شهر بقالي تقريبا، بصوا يعني ما بقاش عندي كرش ولا اي حاجه خالص، وليا فطار معين بفطره الصبح. طبعا زي ما انتم شايفين ده فطاري، دي شيري توميتو. انا ممكن افطر مثلا 3 4 وحدات، وعايز اقول لك بكون شبعت جدا. الخضار اهم حاجه، بقدونس، شبت، كزبره. يعني لو حضر رمضان كلنا بوظنا الدايت وبوظنا الاكل ولبسنا طبعا هيجي الصيف مش هيدخل علينا. فطبعا لو حضرتك حابه تعرفي انا ازاي طبعا انا بخس يعني طبعا بعد 4 كيلو من في اسبوع يا دكتور ولا الاسبوع في اسبوع. فلو حضرتك حابه تعرفي ازاي بالظبط قبل طبعا رمضان، قبل رمضان ما يخلص والعيد داخل ولسه طبعا مش هيخش علينا، اقول لكم طبعا في طبعا تحفه هايل حلو جدا. طبعا الدكتور قايل لي عليه حلو جدا جدا، تحفه. عايزه اقول لك بيخسسك 5 كيلو في اسبوع، بجد حاجه ممتازه. طبعا انا بشرب، مش محتاجه اكل اي حاجه خالص، بشرب الصبح بدري. يعني انا بصحى عاده من النوم الساعه 5، فالساعه 6 بعمل المشروب بتاعي وبشربه. باجي بقى في وسط اليوم اللي هو زي دلوقتي كده، ده في وسط اليوم عندي 8 9 كده اكل خصايه. انا واجي في الغدا طبعا اكل اللي موجود في البيت، مش بلتزم بروتين معين في الغدا. سي عندي لحمه هاكل، سي عندي بطاطس مسلوقه هاكل، اي بروتين اي نشويات بس بكميات محدوده. فزي ما بقول لكم بتاع الصبح طبعا تعليقات وانا اطلع معاكم واعمله في حلقه لانه بياخد وقت. طبعا مش طول عليكم، بنشتريها من بره برقم دلوقتي حاجه حلوه جدا. يلا بينا نشوف ايه الحاجه الحلوه اللي هنعملها. يلا بينا. بصي شكل القرص حلو جدا، تحفه، ما اخدتش وقت خالص. عايزه اقول لك ممكن ماكسيمم ساعه، بجد حلوه جدا والنتيجه ترضيكي، وباذن ربنا هتطلع ناجحه معاكي. بس يا ريت يعني نلتزم بالمقادير علشان ما الحاجه ما تبص مننا وتدعوا عليا تقولي لي منك لله نرمين الوصفه طلعت زي كده زي اختي الفاضله اللي كتبت تعليقها على القناه. اول حاجه معايا كيلو دقيق لجميع الاستخدامات. اهم حاجه ايا كان نوع الدقيق المهم يبقى مكتوب عليه لجميع الاستخدامات. ده دقيق كان عليه عرض، الكيس تقريبا كان عامل 28 جنيه، انا جايباه اول رمضان لكن معرفش حاليا بقى بكام. هحط عليه ذره من الملح، 3 4 معالق سكر، لو عايزه تزودي معاكي تقدري تحطي كوبايه كامله من السكر، مش بيحصل اي حاجه خالص. اهم تركايه في المعجنات الخميره. معايا كيس واحد على كيلو الدقيق خميره فوريه. بجيب ميه فتره بحط عليها مع نص معلقه سكر وكيس الخميره وادوبه كويس جدا وبغطيه وبركنه على جنب. لو الخميره بتاعتك ما نجحتش هترميها، هوريكي ازاي ما نجحتش، هتشوفي كل حاجه دلوقتي. اول حاجه بجيب الدقيق طبعا بعد ما نخلته كويس جدا وحطيت عليه ذره من الملح، وكمان نزلت عليه بمعلقه كبيره من السمسم اختياري، تقدري تحطيها او تشيليها، وكوبايه زيت، كوبايه زيت، كوبايه الا ربع طبعا على حسب، ماكسيمم كوبايه. وبمسك الدقيق بتاعي. الحركه اللي انا بعملها في الدقيق دي اسمها البس، بما يعني ان انا بدمج الدقيق والزيت مع بعض. بسي كويس جدا، يعني بصي بسي كويس قوي قوي، دي اهم تركايه برضو في الموضوع. بعد الخميره انا هنا بوريكم الخميره، بصوا شكلها بقى عامل ازاي. انا على ما بسيت الدقيق بالزيت كانت الخميره بتاعتي تفاعلت وكانت ناجحه 100%. لو الخميره بتاعتك ما عملتش زي ما حضرتك شايفه كده، ترمي الخميره فورا وتجيبي خميره تانية. اهم تركايه في المعجنات هو نوع الخميره. لو الخميره بايظه اوريدي العجينه بتاعتك هتبوظ، وانت ممكن تكوني عامله كل حاجه تمام لكن الخميره ما كانتش كويسه. فقبل اي معجنات انا خميرتي كويسه وضمناها لان اشتغلت بيها اكتر من مره، لكن حبيت اوريكم ايه اللي بيبوظ معانا المعجنات. نرجع تاني للعجينه بتاعتنا، انا بس حبيت اوريكم الخميره، قلت لك اوريكي دلوقتي شكلها بيتفاعل ازاي. نرجع بقى للعجينه، انا غطيت الخميره وشلتها تاني. هحط كوبايتين ميه فتره، ميه فتره من الحنفيه يعني بدرجه حراره المطبخ، وبعجن كوبايتين 2 بس،
وما تنزليش بكوبايتين 2 زي ما انا قلت، لان في دقيق بيختلف من نوع للتاني. انزلي باول كوبايه وبعد كده بتاني كوبايه. انا حاطه كوبايات صغيره جدا، فممكن تنزلي بكوبايه وتعجني، وبعد كده تحطي الخميره زي ما انا عملت. ولو لقيتي العجينه بتاعتك عايزه شويه ميه حطي، بس الميه انزلي بيها تاتا تاتا عشان العجينه بتاعتك ما تبص ونضطر نحط دقيق تاني ووصفتنا تبوظ. هنعوز زيت وهنعوز خميره والكلام ده كله، فخليكي حذره جدا وانتي بتنزلي الميه. ما فيهاش حاجه لو قعدتي نص ساعه تعجني مش مشكله. طبعا انا بعد ما حطيت اول كوبايه ميه وتاني كوبايه ميه، انا اوريدي عارفه معيار الدقيق بتاعي هياخد ايه، فنزلت بعد كده بنص كوبايه الميه اللي كنت مدوبه فيها الخميره، ولميت العجينه بتاعتي بالمنظر اللي حضرتك شايفاه ده. شكلها حلو جدا جدا، هي مش بتخمر، بس انا هسيبها ترتاح مثلا ماكسيمم 10 دقايق او 5 دقايق كمان، على بس ما اوضب الرخامه بتاعتي. طبعا رجعت لكم بعد ما وضبت الرخامه بتاعتي. بصوا العجينه عامله ازاي، طريه جميله. لازم العجينه تكون بتلزق لكن بتسيب من ايدك. العجينه كل ما كانت طريه كده، خدتي معجنات طريه طعمها حلو جدا، هشه من جوه مش مكتومه، مش بتلزق اللي هي درجه تلزق في ايدك، لا بتلزق لكن بتسيب من الايد. اهم حاجه في معجناتنا زي ما قلت لك تركايه الخميره مهمه جدا. طبعا انا جبت الصينيه بتاع صواني الفرن، طبعا غسلتها ونشفتها كويس. احلى حاجه تسوي فيها معجنات هي الالومنيوم. الالومنيوم من الحاجات الحلوه جدا جدا في تسويه المعجنات. في الوقت دوت انا كنت قايده الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره، رف فوق المتوسط. فطبعا هعمل العجينه بتاعتي كرات. تقدري تعملي القرصه على حسب، حابه تعمليها نفس الحجم دهوت اوكي، حابه تعمليها حجم اصغر مفيش مشكله، حابه تعملي حجم اكبر برضو مفيش مشكله. طبعا تشكيل القرصه ده يرجع طبعا لذوق كل حد فينا، سهله وبسيطه صدقيني، وان شاء الله تطلع ناجحه معاكي. وطبعا عايزين اي سؤال اكتبوا لي، انا عندي صفحه على البيج بتاعتي، صفحه على الفيسبوك اسمها بيت العيله واكلات نرمين. نكتب اي تعليقات، ولو ما ردتش عليكم يبقى بحق، نكتب ونتواصل مع بعضينا. ويا نرمين انا النهارده هعمل كذا. في متابعه ليا جميله هنا كانت بتعمل فسيخ، يا رب تكوني سامعاني، بعتت لي على الصفحه بتاعتي يا نرمين انا جبت سمك بوري، قبل ما تنزل السوق كمان قالت لي اجيب ايه يا نرمين، قلت لها هاتي السمكه كذا، قعدت اوصف لها طب انا هخلله هعمل ايه، فضلت معاها تكه بتكه بتكه. الحمد لله عملت السمك وفتحت عليه، قالت لي اجمل فسيخ انا اكلته في حياتي بجد ربنا يبارك لك. قلت لها بس انا مش عايزه منك غير كده، انا عايزه منك دعوه حلوه. يعني انا مش هقول لكم ان هكدب عليكم في المقادير وهكدب عليكم في الوصفه، لان انا مش محتاجه حاجه غير دعوه منكم بس. كلمه الله يبارك لك دي عندي بالدنيا كلها. فانا لو ما ردتش عليكم زي ما بقول لكم يبقى بحق. هتعملي حاجه وحاسه ان مثلا في تركايه واقعه منك، تابعيني على البيج بتاعتي على الفيسبوك بيت العيله واكلات نرمين، وانا تحت امرك في اي وقت، بالليل بالنهار في اي وقت. احنا زي ما قلت لكم انا مسميه بيت العيله، احنا كلنا هنا مع بعضينا عيله. لقيتوني بعمل حاجه غلط يا نرمو انت عامله الحاجه الفلانيه غلط. تمام، نرجع بقى للقراص بتاعتنا. انا طبعا شكلتها، انا من الناس اللي وانا شغاله بحب اشغل حاجه على التلفزيون جدا جدا. فانا مشغله مسلسل وعماله اتكلم مع الدكتوره مايفل، فيا مامي انت ما زهقتيش من المسلسل بتاعك القديم ده؟ قلت لها انا بعشق المسلسل ده، هتشوفوا دلوقتي مسلسل ايه. فبتقول لي بصي لو ما بطلتيش انا مش هصورك، فبقول لها بليز بليز يا مايفل، اللي هو بهزر معاها عشان يعني بس ترضى تصورني. نيجي بقى كده، انا دخلت الصاج بتاعي زي ما قلت لكم رف فوق المتوسط. طبعا بعد ما ادخل الفرن الصاج الفرن بوطي الفرن بخليه على مثلا 170 بحيث الارضيه ما تتحرقش ويبقى القرصه من فوق وشها ابيض. ف 170 حلو، رف فوق المتوسط حلو، تطلع القرصه واخده لون فوق وتحت ذهبي. انا بوريكم العجينه العجينه طريه. بصوا انا قاعده بتفرج، بحب المسلسل ده جدا جدا، يعني قدام الرخامه كده اهوت وعشقي. مايفل تقول لي يا مامي قديمه، قلت لها ماشي يا توت. مسلسل طبعا كلكم عارفينه الحاج متولي، من اجمل المسلسلات على قلبي، بحبه جدا جدا. اللي بيحبه زي يكتب لي في التعليقات. طبعا القراص ما خدتش وقت خالص، وكانت قرفتها زي العسل وزي الفل، والله كمان مره ارخص من بره بكتير، ونظافه وتوفير. ويا رب كل ما تعملوا حاجه ربنا يحسن ما بين ايديكم وتطلع احلى واحلى من اما انا بعملها كتير. انا ببقى مبسوطه لما حد بيعمل احسن مني، ببقى في قمه سعادتي. يا رب طبعا اكون قدرت افيدكم، وانا تحت امركم في اي حاجه تعوزوها. وكل سنه وكل اخواتنا المسلمين طيبين، ورمضان كريم وعيد سعيد عليكم يا رب، وبعودة الايام. طبعا القرص دي صيامي علشان احنا كمسيحيين صايمين. بصوا الجمال.
طبعا خلصنا القرص، ما اخدتش وقت خالص. حلوه جدا. بصوا شكلها عامل تنفع قوي للفطار الصبح. بصوا احنا لا دهنا الصاج زيت ولا اي حاجه، اهي مع نفسها كده واخده سوا من الارضيه. حلو جدا. بصوا الجمال، بصوا سواها، والريحه بقى خطيره اهي. كل ده عملناه بكيلو دقيق، والله يا بلاش، خدتش وقت، نظافه، سواها ممتاز. يلا تشجعي، هاتي نص كيلو دقيق واعمليها. دي بس جميله يعني نصيحه تحفه، هاتي كيلو، حلوه جدا جدا بجد، ممتازه. واخده سوا، بصوا سواها. تعالوا بقى نفتحها مع بعض. جميله حلوه جدا جدا جدا. تنفع في الفطار الصبح. مش عايزه اكل منها لان لو خدت حته بصوا هجر. تحفه. ناقصها بس كوبايه شاي. حلوه جدا جدا جدا. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم ورد رضاكم. ما تنسوش طبعا لايك وشير سبسكرايب. طبعا اذا انتوا جداد على قناه بيت العيله واكلات نرمين، ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناتي عشان قناتي تكبر وتتبارك وتشرف بحضراتكم. واشوفكم في وصفه جديده من بيت العيله واكلات نرمين. باي باي.